الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا كلنا دلوقتي محتارين النتيجة ازاي نجيبها، ازاي نتعامل مع المواقع بتاعة النتيجة، القلق اللي احنا شايفينه لأولياء الأمور والطلبة. طبعا أول حاجة، النتيجة دلوقتي حاليا في الوقت اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي، وزير التربية والتعليم بيتكلم أوائل الثانوية العامة. تمام. على الساعة 4 إن شاء الله، 4 مين هيبقى في 4 و5 كده إن شاء الله. من 4 ل5 يعني هيكون في مؤتمر لوزير التربية والتعليم. المؤتمر ده مش صحفي، يعني مؤتمر زي بالظبط اللي هو إيه، اللي هو على الهوا، زي اللي كان بيعمله دار الإفتاء لما كان الرؤية بتاعت رمضان، نفس الفكرة كده. تمام. إن شاء الله رب العالمين هيبدأ النتيجة تظهر امتى بقى؟ بعد المؤتمر ده مباشرة هيبدأ. انا كلمت كذا صحفي في الجرايد الرسمية، وخاصة اليوم السابع والجريدة بعض الصحف يعني. قالوا لي احنا هنبدأ بعد ما وزير التربية والتعليم ان شاء الله رب العالمين، يعني بعد ما يخلص المؤتمر بتاعه او بعد ما يتذاع رسميا في القنوات الرسمية، هنبدأ بقى نحمله على الموقع. هيحمل بقى ياخد ساعة الا ربع ساعة، على حسب، قول ساعتين. تمام. حضرتك هتشوف اللينكات اللي انا هبعتها لحضرتك للواتس، هتخش عليها بعد ان شاء الله 4 من الساعه 4 او 5، يعني بعد الساعه، قول الساعه 7 مثلا. تمام. هتبدا يحملوا النتيجه ان شاء الله رب العالمين يعني. تمام. ده بالنسبه ايه للنتيجه. ثانيا، انا عايز اتكلم على حاجه مهمه جدا. للاسف انا شفت كتير جدا ناس بتقعد تتكلم كتير جدا وعامله مشاكل وناس قلقانه، وفي بعض الناس ما نامتش من امبارح. يا جماعه ده يعني معلش سؤال بسيط. الثانويه العامه مش نهايه المطاف. انت ان شاء الله ربنا هيكرمك يجيب مجموع او ما جبتش، كده كده انت كده كده ربنا سبحانه وتعالى ما بيديكش غير الخير. رب الخير لا ياتي الا بالخير، فانت استقبلوا اقدار الله. ان شاء الله ربنا يوفقك وتجيبوا مجاميع حلوه. تمام. باذن الله هتبقى يوم جميل، بس اهم حاجه بلاش الافوره في المشاعر، وخاصة من أولياء الأمور. النتيجة هتتنسي. تمام. بس الموقف نفسه يعني ابنك مش هينسى لك الموقف بتاع النتيجة. فإن شاء الله رب العالمين يوفقكم. وبلاش نبالغ في الفرحة كتير أوي للناس اللي هتجيب مجموع، علشان غيرنا اللي مش هيجيب مجموع برضو ما يحسش بإنه في مشاكل، أو يحس كده بحاجة كده مش عايزينه يحس بيها يعني، خاصة الفترة دي. لأن في ناس كتير هتجيب مجموع، وفي ناس مش هتجيب، وفي ناس لا قدر الله ممكن تشيل مواد. فخلينا مقتنعين 100% ان دي خير، يعني كل حاجة بتحصل لك ما هي الا خير. ان شاء الله ربنا يوفقكم. هكتب تاني خلاصة الكلام. النتيجة ان شاء الله رب العالمين هتنزل على موقع اليوم السابع بالليل. الساعة كام؟ 7، 8، على اي نتيجة. طب ان الروابط اللي هبعتها لحضرتك دي هتخش عليها بعد الموقع بتاع او بعد المؤتمر بتاع الوزير اللي هيعمله ده. تمام. ان شاء الله ربنا يوفقكم. اي حد عايز نتيجة، عايز نساعده في النتيجة، اكتب لي رقم جلوسك على الواتس وانا هبعتها لحضرتك ان شاء الله. اشوفكم على التعليق، رقم جلوسك في تعليق او على الواتس، وانا اجيبها لحضرتك ان شاء الله. وربنا يوفقكم ان شاء الله. بالنسبة بقى لاخر نقطة بقى هتكلم فيها، بالنسبة لنقطة الفايلات والملفات والحاجات دي. الح... يعني السنة دي الوزارة حاكمة قوي للفايلات بتاعت الايه، بتاعة النتيجة. وليه بقى؟ لأن النتيجة أصلا الصحف الرسمية اشترت الفايل ده، فإنه اتسرب. فما بقاش ليه لازمة إن ناس تخش على المواقع ولا تجيب درجات ولا أي حاجة. فالفايل ده محكوم علشان خاطر جريدة اليوم السابع، موقع نتيجتك، جريدة الوطن، جريدة صدى البلد، كله ده شاري النتيجة. فبالتالي لما الفايل ده يتسرب، شكرا، يبقى كده المواقع دي مش هتكسب عيش، لان هم المكسب بتاعهم من الاعلانات اللي انت لما تخش هتظهر عندك في نتيجة. اشوفكم على خير ان شاء الله، وباذن الله ربنا يوفقك يا رب. السلام عليكم.